زي ما انت بتتعالج سكاكين تشوف ليك كاس صور جديده في الصفحات اللي بتشوفها على الفيسبوك ده لما ترسم. لكن الطبيعي بتاعنا احنا كبشر كرجاله لا بنسكت. فبالتالي ده فرق ما بين الراجل وبين الست. فالحقيقه انا لما اكون عارف ده كويس وقاعد وفاهم، فالحقيقه ان انا ببقى داخل انا طبعا بدي اشارات من الحضاره. ببقى داخل المشروع وانا فاهم ومستوعب الاختلاف ده، فقادر اتعامل مع الشخصيه، فقادر اطلع بشكل كويس. عارفين يا جماعه الفرق ما بين الشاعر والعالم؟ يعني انا النهارده شاعر خلاص، اغنيه زي اللي كان بيغنيها بونا من شويه. بالمناسبه اللي مؤلف الاغنيه دي صاحبي يعني بتاع يا رمان دي، عادل سلامه. الشاعر عادل دبيع ولا هشام الجح ولا نصر ولا الدودي ولا اي حد، الشعر لازم يكون مبالغه صح؟ ومجاز. وانا في الشعر مش هحكي لك موقف، لا انا اقول لك امر على الديار ديار ليلى قبل الجدار والجدار بتبص حيطه يهبل وما حب الجدال بيبان. لكن العالم انا كعالم لو واقف اقول لحضرتك محاضره علميه ابقى دقيق صح؟ دي اللغه ما بين الراجل والست. هي الست بتبالغ، هي عايزه توصلها باعمق حاجه باكبر حاجه، بينما حضرتك بسيط. فلازم نكون فاهمين ده بشكل كويس قوي، لازم نكون مستوعبين. مش هقدر اقوله في محاضره، انا بدي لحضرتك الخط العريض بس لازم تكون فاهم ده ولازم تدور ورا ده ولازم تفهمه. الزمن اتغير يا جماعه. اوعى تقول ما انا ابويا اتجوز امي ومن غير ما يحضر ولا يقرا ولا يعرف ندوه ولا مش عارف ايه. زي ما قلت لحضرتك احتياجات ابويا وامي مختلفه تماما عن الاحتياجات اللي موجوده دلوقتي. الحقيقه هم قالوا لي اخلع فكرتها خلصت. وانا الحقيقه مبسوط جدا لوجودي معاكم ومشكور جدا على حسن الاستماع والمشاركه الايجابيه. انا فعلا ممتن جدا. انا بشكر اخونا حماده وبشكر الفريق الضخم الحقيقه اللي عمل الشغل لحد ما جابني لحد هنا وتابعني. يا رب يكون ده في ميزان حسناتهم وتكون الدقائق دي في ميزان حسناتكم انتم كمان. شكرا لحضراتكم واتمنى تاخذوني لو جاي. شكرا.